اللي رايحه يرا واش دير عشاء جيبي المول الاسطوري ونروحو نديرو ابن واسهل كازا. بزاف ساهل وبزاف بنين وبمكونات اقتصاديه ويوجد ليه ليه. في برما حطيت مغرف كبيره سمن، زدت عليها حبه بصل مرحيه وزوج سنات توم مرحيين ونص دجاج ولا كويس كيما تحبوا. نغطي عليه ونخليه يتقلى مليح. بعد ما يتقلى نزيد عليه ملح فلفل الكحل ومكعب جامبو دجاج ومغرف صغيره فرينه ونخليهم يتقلى مليح. بعد نزيد عليهم الزيتون ولا شامبينيون كيما تحبوا ونقليهم مليح. بعدها نمرقهم بما يكون سخون حتى يتغطى لنا الدجاج ونخلي كل شيء طاب على نار دليله. بعد ما يطيب لي الدجاج نحيه ونفتو بهذه الطريقه ونخليه بجيه. في غيسيبيون عندي بطاطا اللي كنت قليتها زدت عليها الدجاج والمعدنوس وثلاث حبات بيض وزدت عليه حبه بصل مكرمله والفرماج حطوا اي نوع تحبوه مع شويه ملح وفلفل الكحل وشويه من مرق الدجاج. نخلطها مليح ونزيد عليهم شويه من الكريمه السائله. نعاود نخلطها مليح ونصبهم في هذا المول ولا اي مول تحبوه اللي كنت غلفته بابي كويسون وندخلوه في الفرن مسخن على 180 درجه لمده نص ساعه. بعد ما يطيب الزيتون زيد عليه نص علبه كريمه سائله ونخليها فوق النار حتى تتقلنا لا صوص وهكا تكون وجدت. نروحو نحضروا كريمه الجبن. عندي حبه بيض شويه فرماج وربع كاس كريمه سائله ملح فلفل كحل. نخلطها مليح ونصبها فوق الكراطان. بعد ما يكون طابلي نعدلوها مليح ونعاودو ندخلوها للكوشه غير من فوقها بعد حمار والطيب. وهكا يكون كل وجد. تقدموهم وبصحتكم في وصفات اخرى ان شاء الله.